السلام عليكم ورحمة الله. دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ نتمنى يا ربي يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اش خباركم؟ غبورات هادو. اول حاجه بعدا كنشكركم البنات بزاف على الميساجات ديالكم فيني كحنان، سواء ملي كنكون في التيك توك بزاف لاني كنكون فيه متواجده اكثر. انا موجوده غير هو الوقت والخدمه راكم عارفين. والمهم مره كنطلع لكم بحال هكذايا وصافي. المهم عندي لكم واحد الفيديو ان شاء الله نبداو. علاش لا نحيد عليا؟ راه هو غير العجز والله، باش ماشي حتى العجز، حتى صعيب انك تخدمي وتصوري وديري المونتاج. المهم نتوما راكم عارفين. اما احوالي اللي كتسقسي عليا اللي كيسولوني، الله يجازيكم بخير. حنا الحمد لله بخير وعلى خير، ورحنا خدامين قابلين الخدمه ديالنا وصافي. المهم باش ما نطولش عليكم البنات، ان شاء الله الفيديو ديال اليوم عندي واحد الطلبيه مزروبه وكان تحدي انا والبنات. عندنا واحد 5 ديال السطول ديال الفقاس وعندي 5 مخلطه. المهم الفقاس غادي يخرج اليوم، انا غنصور معكم اليوم ان شاء الله وننزل لكم الفيديو اليوم وغنشوفوا واش رحنا غادي نزبطوا ولا غادي. المهم حنا كنحاولوا ان شاء الله نكملوا 5 ديال السطول ديال الفقاس. غنزل لكم المقادير البنات وتشوفوا الخدمه كيفاش غادا، يعني الترتيب وراكم تما. ايوا هادشي اللي كاين باش ما نطولش عليكم البنات. نبداو على بركه الله. ايوا هنايا البنات بدينا كنقيو في سعاد راه كتنقي في النافع وتنقي حتى الجنجلان. غنوجدوا هذا الشيء كما كتشوفوا وغادي ندوزو مباشره باش غادي هكذا نخدم معكم الفقاس ان شاء الله. واحد الملاحظه هنا كانت جبدت ليا، المهم الناس جبدوا لي هاد البهله. غنوريكم الطريقه اللي هي مثلا الا عندكم شي كوموند مزروب، حنا راه كنديروها جبتها من الكونجيلاتور وعاودتها هكايا في العجانه. ممكن كما ممكن تعجنوها بيديكم وتخدموا بها. مازال ندير لكم شي فيديو خاص باش هكذا تفهموا. المهم هنا غادي نلوح في العجانه نيشان. انا راه 5 د السطول، يعني راه ديجا راه بدينا خدامين في العجنات. هنا راه لحت غادي نديروا جبانيه ديال النافع، جبانيه ديال الجنجلان، كنديروا 18 بيضه، وغادي نديروا جبانيه ديال هذا السكر كلاصي 3 د المرات واخا، و3 دلالف ديال الزيت. هذه العجنه الكبيره. اما بالنسبه اللي غادي ديروا تخليطه وحده فغديروا جبانيه ديال الزيت، 6 ديال البيضات، جبانيه ديال السكر كلاصي، يعني ما يعادل 250 غرام وهذا. وغادي ديروا بالنسبه للخميره غديروا 2 خمارات ياكو، وغديروا كاس ونص ديال اللوز، كاس ديال النافع، كاس ديال الجنجلان. صافي هادو هما المقادير. هنا كنوري لكم الماء الزهر، يعني في كل كيلو ديال الفورص تقدروا ديروا 4 كاس ديال الماء كافي باش تضيفوه هكا كيجيكم، ولا حتى نص كاس ممكن، كتجي حتى النسمه ديالو مزيانه. صافي البنات انا عطيتكم دابا غير مقادير. اما الاولانيه راه حنا كنديروا يعني عجنه، كنديروا بحال قلتوا 3 العجنات في خطره وحده. صافي دونك الا غادي ديروا مثلا كيلو ديال الفورس، راه عطيتكم المقادير، يعني فيهم جبانيه ديال الزيت. باش كتعبروا الزيت غادي تعبروا باش غتعبروا الزيت غادي تعبروا السكر كلاصي. الا درتوا داك 250 غرام في الجبانيه نفسها اللي غتعبروا في الزيت. وغتحتاجوا 6 البيضات كبار حتى 7 هكا، يعني الجبانيه كما كتشوفوا زلافه اللي عبرتوا بها الزيت غتعبروا بها السكر كلاصي، تعبروا بها الزيت. قلنا 6 ديال البيضات، كاس ونص ديال اللوز، كاس ديال النافع، كاس ديال الجنجلان. صافي داكشي ما مرطب ما والو البنات، منقي وكتخدموا حتى كديروا السوائل. هادشي كاملهم كتزيدوا 2 خمارات. باش وريت لكم الملعقه معلقه كبيره قبيله، هذيك معلقه يعني قيمه خماره. انا كنشري هذيك اللي في الباكيه، الخميره اللي كتكون هكايا يعني بالباكيه، كنديرها بالعاشقه. صافي ملي تخلط لينا داك السوائل ولا داكشي اللي درناه، الزيت والسكر والبيض، كان مزيان. يعني الا ما عندكمش العجانه راكم تخدموا بديك الطراب اليدوي اولا بيديكم مزيان، حتى كطلع معكم شويه ديال الكشكوشه. صافي لا دار داك شويه ديال الكشكوشه غادي نضيف الخميره ونضيف الطحين بشويه تنتحصل على هاد العجينه. كيف ما كتشوفوا راه كتجي فحال الصابلي البنات، يعني الا كان مخدوم مزيان راه هانتوما ما كتطلق لكم لا زيت لا حتى شي حاجه.
فدهنت اللاطات كيف ما كتشوفوا هنا. راه حنا ديجا قلت لكم خدمنا ديك يعني العجنات حنا راه خدمناهم هنا. باش نصور معاكم كنديروا 3 ب3 لانه كل سطل تقريبا كيهز لنا 3 ديال العجنات، يعني 3 ديال 6 البيضات، 6 في 6 في 6 هذوك هما 3 ديال التخليطات كتعطينا سطل عامر نيشان وكيوزن ما بين ديك 4 ونص حتى 5. هادشي اللي كيعطينا صافي. حنا كما قلت لكم دهنا اللاطات، ها نتوما دابا راه كتحربلوا عادي كيما كيجي لا الاستيك، ما كيخرجش الزيت، تبارك الله كيجي مزيان. يعني هاد المقادير اللي عطيتكم راهم عاديين هما باش كنخدم انا هادي سنين، فهمتوا؟ مازال الا غادي تضيفوا كما قلت لكم داك 4 ولا نص كاس ديال الماء الزهر باش كيجي هكا ينفشفش وكيجي زويون وصافي. هادشي ما كان. احنا غنبقاو بحال هكايا كنحربلوه وغادي نصبغوه من على الوجه ديالو. بالنسبه للوجه راه حنا كنديروا غير الماء والكاكاو، الماء والكاكاو. مثلا غادي ديري ربع كاس ديال الماء وغادي فيه واحد المعلقه ديال الكاكاو وتخلطيه. بغيتي تزيدي عليهم بيضه كامله راه كديريها، ما بغيتي صافي. انا بيضه كامله كنزيدها الا كنت غادي من الفوق نمردو بالجنجلان او اللوز او لا كنزيد عليه البيض. اما الا ما كنتش غادي نضيف صافي كنخليه غير بحال هكايا وغادي نصبغو. فغادي نديروا الوجه ديالو على هذا الشكل هذا وندير الفورشيط صافي وندخلهم للفران. انا بالنسبه مادام عندي الفران ديال الضو راه اللي بودام فحال هادو كندخلهم للفران ديال الغاز هو الاول حتى كيطيبوا ليا السطيبه صافي. وكنقطعوا كما غادي تشوفوني غادي نقطعوا عاد ندخلوا في الفران ديال الضو، حيت ملي كنديروا ديال الضو كيتفرق عليا. فهنا كنخدم غير بالفران ديال الغاز العادي حتى كيطيب. عاد غادي نديروا عليه واحد الزويف ونخليه يبرد ونبدا نقطع فيه. شفتوا هاد اللعيبه هذه راه كتساعدكم حتى على التشريط، شفتوا كتجي احسن من كاع الفورشيطه هذه. في مره الا بغيتو تشرطوا في الرقيق ولا الغليظ هي كتباع بحال هكا على 3 هاد المشرطه وكيتباعوا السامبل. المهم انا كما قلت لكم غندخلوا ان شاء الله هادشي الفران تيطيب. مني غادي يطيب ان شاء الله غادي نجبدوه ياك. هادشي راه في نهار باش تعرفوا حنا راه من 9 الصباح ونا بادين، يعني من 9 الصباح ونا خدامين. دونك هادوك الوالا راهم بردوا غنبدا نقطع على هذا الشكل هذا بما يطيب ليا الشيء الاخر ويبرد حتى هو ونقطعو. انا راني محكمه فيها البنات، نتوما اللهم تخليوه يبات حتى الغد ليه باش هكذا ما يتفرتت لكم وما تضيعوش فيه. انا تبارك الله حيت موالفه صافي راه كنخدموا داكشي في البلاصه. عندي فقاس وعندي حتى البهله البنات، والبهله ان شاء الله غندير لكم واحد فيديو خاص هكذا باش نتوما توفروا عليكم الجهد والوقت. يعني ملي يكون عندكم شي صدقه العزو هذا كتوليو غير تجبدوا. الا كان بالنسبه للفقاس راكم غير كتقطعوا، وبالنسبه للبهله غنوريكم كما قلت لكم ندير لكم واحد الفيديو خاص. فانا غنبقى مستمره بحال هكذايا نقطع الفقاس ديالي على هذا الشكل هذا ونستفو في اللاطات وندخلوا الفران. كما نعاود نقول لكم هذا الشيء راه تخدم في نهار والحمد لله. يعني طلبوه الناس بحال قلتوا البارح داروا كوموند على الصباح فاش فقنا ان شاء الله مع 9 الصباح صافي بدينا كنخدم صافي. انا غنبقى مستمره على هذا الشكل كيف ما قلت لكم حتى نكمل الكميه تقريبا كامله. انا اللاطات كاع الخلطات اللي كيبردوا كنقطعهم باش هكذا ما يغلبنيش. شوفوا تبارك الله كيفاش كيجي، راه ما كتضيعوش فيه البنات. يعني كونوا على يقين خدموا به وانتوما يعني مهانيين. هنا راني هاك كما كتشوفوا راه الفران سخون، راه داكشي كيبان هكاك مضبب. المهم حليت هكا باش نوري لكم. انا دخلته على درجه حراره ديال 150 كيطيب فحالو فحال الصابلي، يعني كندخلوا على 150 درجه. هانتوما كتشوفوا التحميره ديالته تبارك الله كيفاش جات، راه كتجي كلها هي مقاده. شوفوا اللوز ما شاء الله، يعني هذا كيخرج ما شاء الله كله مزيان وما كنضيعوه يا البنات حتى في شي حبه. الحمد لله الحمد لله. هنا غنبداو نستفوا كما كتشوفوا يعني اللاطات سمحوا لي اللاطات اللي راهم كيطيبوا كيبردوا عيش شويه ونبداو نستفوا باش هكا ما نضيعوش الوقت، لان الناس باغيين النوم مع 7 ديال العشيه. فهاد الشيء اللي كاين البنات الفيديو كما كتشوفوا خفيف ظريف، والنوع ديال الحلوه ديال الفقاس اللي هي مطلوبه وبزاف ديال الناس اللي ما كتنجحش معاهم. المهم انتم كتشوفوا حنا راه كنبقاو كنصاوبوا وكنحطوا اللي بردات كيحطوها ليا البنات بحال هكايا فوق الطبله باش هكذا تزيد تبرد وتجيني ساهله في التقطاع ما تعذبنيش وما تفرتش. المهم حنا راه مازال خدامين في بزاف ديال الحوايج، ولكن خصصت لكم اليوم غير الفقاس باش هكا ما ندوخكمش، وكل مره نحط لكم كيفاش الطريقه باش كنخدموا كيفاش نكملوا السلعه.
في هذه اللحظه هذه، في هذه اللحظه السيده جات دات المسائل ديالها، يعني الفقاس ديالها الحمد لله. يعني خدمناه كما قلت لكم من 9 ديال الصباح وحنا خدامين فيه الحمد لله. كملنا 5 ديال السطوره ما شاء الله صافي رحنا خرجناهم. بالنسبه للبيع البنات غنقول لكم الجمله ونقول لكم الكيلو ونقول لكم العجنه. بالنسبه للعجنه كنحسبوها ب 130 درهم ياكو، كتكون فيها تقريبا ما بين كيلو ونص حتى كيلو 600. هذا هو الجهد، هذا هو الجهد، حتى كيلو و600 غرام. هذه بالنسبه للعجنه قلنا 130. بالنسبه للكيلو كنخدموها ب 80 درهم. وبالنسبه باش كندفعها جمله كندفعها ب 60 درهم. هادشي اللي كاين البنات. نتمنى بان الفيديو يكون يعجبكم. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الماجي. في امان الله.